مصر يا جماعة معلمة على موسوعة جانس حاجة كده تفرح القلب. الله وعملوها الرجالة ورفعوا راس مصر بلدنا. جبنا لك شوية بس هم كتير. أنا فانا إمام وما تدورش ورانا. مصر داخله موسوعه جانس باكبر طبق كشري في العالم، وده حصل سنه 2015 لما واحد من اشهر مطاعم الكشري قرر يعمل اكبر طبق كشري وزنه حوالي 8000 كيلو جرام، يا دوبك يعني يكفي 5 موظفين كده في اخر اليوم. عرض الطبق 10 متر وارتفاعه عن سطح البحر متر و20 سم. يعني انت لو قدامك طبق كشري مليان على الاخر وجيت انا من غير ما انت تاخد بالك خدت معلقه، هتحس بحاجه؟ وتاخد معلقه واحده ليه؟ بالهنا والشفا، خد الطبق كله، انا ما بحبش الكشري. سنة 2019 اتعمل أطول مائدة رحمن في العالم واتسجلت في موسوعة جانس. المائدة دي كانت على طريق القاهرة العين السخنة وكان طولها 4.5 كيلو متر. انتوا كلكم طالبين نفس الاكل؟ ان شاء الله. رقم قياسي سجله مو صلاح في موسم 2017-2018 لما سجل 32 هدف لليفربول في 38 مباراة، وكان الرقم القياسي السابق 31 هدف واللي حققه نجوم كبار زي كريستيانو رونالدو ولويس سواريز. ولفها وهي نازله خدها بوش رجله على طول. خبر ابيض. مو صلاح ما وقفش هنا، كمان حطم الرقم القياسي في أكبر عدد مباريات في الدوري الإنجليزي لكرة القدم اللي سجلها فرد خلال موسم. يا صلاح! في الوقت اللي أقصى حاجة ممكن نعملها بسناننا إن احنا نقزقز شوية لب، المصري أشرف كابونجا سحب شاحنة وزنها 15 طن بسنانه، رقم قياسي كده على السريع، وكان في واحد هندي واخد الرقم القياسي ب 13 طن بس أشرف جه خلص الموضوع ده، والمحاولة دي أخدت من أشرف 10 سنين بس ابننا عملها برضه. أشرف يسكت على كده أبدا، قام رايح مقدم طلب لوزارة الطيران علشان يسحب طيارة بسنانه، وده اللي طلع وقاله في مكالمة تليفونية في أحد البرامج، وكان وزن الطيارة 200 طن. اضرب الرقم ده بقى في 1000 وانت تعرف كام كيلو. فين مجانس وترابيزي؟ مجانس وترابيزي بتاعت الباشا. سنة 2014 المصري أحمد جابر قدر يغطس غطسة تتسجل باسمه وباسم مصر. عمق الغطسة كان 333 متر وتحديدا في دهب في البحر الأحمر. المنتخب المصري متسجل في موسوعة جانس بأعلى نسبة فوز ببطولة أفريقيا، وكانوا 3 مرات ورا بعض 2006 2008 و2010. وأخيرا وليس آخرا العظيم السير دكتور مجدي يعقوب اسمه اتسجل في موسوعة جانس لما في 2014 لوحدها عمل 100 عملية قلب. ارسم قلبه وضحك على الشبابيك. اهو الراجل ده بقى على فكرة اسمه يتحط جنب الأهرامات عادي جدا.